بقول لك يا مروه، انا هستلم الحلقه دي امتى صحيح؟ ما تقلقش ان شاء الله باذن الله تستلمها في اسرع وقت. اصلع وقت. الوقت ما بقاش بشعر ولا ايه؟ بقول لك ايه يا صاحبي، ما تقول لي سيستي بسبست لي بسبوسه بالعسل والسكر. حاجات كتير بتغيرنا صح؟ منها ان احنا نتعرض للانتقاد، او اللي بقى بيتسمى دلوقتي في الترندات التنمر. هتقول لي لا دي ظاهره اجتماعيه نفس انت جميل صح، انت بتتكلم صح، هي ظاهره فعلا. بس انت ما خدتش بالك ان كل الاجيال اللي فاتت دي كانت بتطلع كويسه عادي وعايشه كويس؟ هتقول لي لا خد بالك ان هم كانوا كده ومعقدين وعندهم مشاكل نفسيه ولكن ما كانوش يعرفوا. مين قال كده؟ اهو كل البشر عندهم وهيفضل عندهم مشكلات نفسيه. اذا احنا محتاجين بشكل ما نعودك على مشكله، نشوف ازاي لو في مشكله فعلا زي مشكله التنمر او غيرها من المشكلات نتعامل معاها ونعيش عادي وهي موجوده، وبالعكس نستفيد بيها. يعني حاجه من الحاجات اللي انا مش عارف يعني هتفهمني فيها ازاي، بس انا مثلا واحد من الناس اتعرضت للتنمر وانا صغير، وبالعكس استفدت منه كتير جدا. يعني انا كنت عندي حرف الراء مختفي تماما، ما بعرفش يطلع من لساني، ما بعرفش اتكلم كده. وتخيل انا اسمي ابراهيم، فطول الوقت باجي اعرف نفسي او اتكلم مع حد الاقي حرف الراء موجود وبيطلع بشكل ايه يعني ابراهيم، فتلاقي الناس بتتريق. بس انا حاولت استفيد من التريقه دي واتغير، وبالتالي انا ما بقتش الشخص اللي ألدغ 100% ده. اي نعم في كلمات بتسقط مني ما بتبقاش واضحه، برضو الحرف بيظهر فيها، ولكن الى حد ما انا استفدت بده بان اكون شخصيه بتواجه مشاكلها. وعايزك انت كمان تقدر تتعلم كده، ان فعلا ايا كان حاجه مهما كانت سلبيه فيها جزء ايجابي لو انت بصيت صح. لو رحت للحاجه دي وتعلمت منها وتعودت عليها وعرفت ازاي تتكيف معاها هتكون بني ادم مختلف. وعشان كده احنا جايين نكلمك عن التنمر في الجانب الايجابي، ان التنمر له فوائد. لو قدرت تستفيد من الجزء ده كهو كضغط معين على شخصيتك، او مواقف بتحط فيها ومش عارف اعمل فيها ايه واقدر استفيد منها، حياتي هتتغير كتير. اصله مش دايما السلبي بس اللي لازم يظهر، مش طول الوقت همحي الايجابي او مش هعرف استفيد منه. لا انا محتاج ابص على ايه السلبي علشان احوله لايجابي. نقطة ضعفي ليه ما تبقاش نقطة قوتي؟ يعني لو جيت في يوم وقلت لك ان انا كنت ما بحبش اتعامل مع الناس مش هتصدق، هتقول لي ازاي؟ هقول لك يا عم ده كان بجد، انا ما بحبش اتعامل مع الناس، بتعامل عادي مع حالي. دلوقتي شخصيه اجتماعيه جدا لاني استفدت من التريقه اللي بقوا بيسموها تنمر. هتقول لي لا في فرق بين الهزار وفي ايه، وفي ممكن كلمه تتقال بهزار مقصدها ايه، ومين قال لك ان حتى لو هو قاصد يوجعك انت ايه اللي خليك تتوجع اصلا؟ لو حد ماسكك عشان يتريق عليك فعلا ويقل منك، مين قال لك ان ده المفروض يحصل؟ بتسمع الكلام وتقلبه، مش هقول لك اقلبه ضده، لا اقلبه لايجابي استفيد بيه. لو انا بالنسبه لي نقطه ضعف دي مش حاسس بانها نقطه ضعف، شايفها حاجه ميزه، مش عامل ان هي ميزه، خد بالك من الكلمه دي، عامل انها ميزه يعني بعمل نفسي تمام، لكن من جوايا متضايق فبتسيب مشاكل في اللاشعور. لكن لا انا فعلا بتعامل معاها انها ميزه وبستفيد بيها بقدر الامكان. فعشان كده جينا النهارده نتكلم عن النمر الطيب. بص يا صاحبي، لازم تكون فاهم ايه التنمر ده، يعني اصلا الكلمه جت منين. بص، النمر عنده فريسه بيفضل طول الوقت يهاجم بدون سبب مقنع. يعني الاسد مثلا بيهاجم عشان ياكل، النمر ممكن يهاجم من باب بس اظهار القوه. فعشان كده خدوا الصفه دي في الاساس، قال لك تعالى ده متنمر، يعني واخد حته من نمر، متعاص نمور كده. فالواد دوت فيه الصفه دي انه طول الوقت بيهاجم بدون سبب مقنع. يعني يا ريتك عملت له حاجه، انت ممكن تكون ماشي في الشارع كده بس انت طويل شويه يقول لك ها الجو عندكم ايه فوق، ليه؟ بدون اي سبب، هو يا دوبك عايز يلفت انتباهك
ان انت فيك صفه هو خد باله منها وهاجمك. انت فريسه يالا وانا الصياد. طب بقول لك ايه، طب ما الموضوع سهل اهو، ما تبقاش الفريسه. ازاي؟ ما في حاجات فيا غصب عني مش عارف اتعامل معاها. يبقى انت كده محتاج تعرف تتعامل ازاي، ودي هنجيلها بالتفصيل كمان شويه. ازاي اعرف اتعامل؟ يعني مثلا مناخيري كبيره مش عارف اغيرها، يبقى تقبلها. مين قال ان هي عيب؟ يعني حد بيقول لك بس يا ده ابو مناخير كبيره، قول له بس ابو مناخير صغيره. مين قال ان انهي احسن؟ انت لو بصيت للواقع فعلا هتلاقي ان انت ممكن تحقق استفاده معينه من إن مناخيرك كبيره. انت بتقدر تشد هواء اكتر، مش بهزر ولا بتنمر، انا بتكلم جد. ما احنا قلنا ناخد الموضوع ايجابي بقى. ممكن الرئتين بيتملوا اكسجين، والاكسجين مفيد، هنعرف نعيش بيه، يعني حاجه مهمه وضروريه بالنسبه لنا. ايوه، حضرتك مستفيد اكبر وهو خلاك تكره مستك. لا يا عم، بس اعتقد ان شكلها مش حلو، يعني مش ماشيه مع الاوت فيت بتاعي. انا ضارب طقمايه رايقه ومناخيري طالعه مبوظه الصوره. طب ما خلاص يا صاحبي، بتاخدها من زاويه تانية. فمثلا حاول تصور يا عم بظهرك. هتقول لي ايه ده يا عم؟ طب ما انا كده ما بظهرش جمالي. ما هو لو انت شايفها جمال هتتصور بيها فعلا، هتواجه بيها المجتمع. لكن انت اللي عايز تخفيها، ما احنا قلنا لك انت مش شايفها ميزه. طب ما احاول استفيد بيها، اخش مثلا مسابقه، وده مش هزار على فكره، بتكلم جد. في مسابقات لاكبر بق في العالم، اكبر مناخير في العالم، بيطلعوا يعملوا اعلانات بالحاجات اللي مضايقاك دي. اطول واحد في العالم، هتقول لي لا بس الطول ميزه. مين قال لك؟ هو ده بيعرف يركب مواصلات؟ الطويل جدا ده عارف يتحرك اصلا؟ اتقل شخص في العالم، ارفع شخص في العالم، مش عارف. ما كل الحاجات دي بتاخد ارقام قياسيه، وانت مش قادر تستفيد بالحاجه اللي مضايقاك. مين قال ان هي عيب؟ مين قال لك ما تواجههاش؟ مش عارف اتعامل، مش عارف اعيش. لا ده انا بالعكس ممكن استفيد من خلالها. يعني مثلا معلش، احنا مسكنا في الجزئيه بتاعت ابو مناخير ده عشان بتتقال لاغلب الناس، تقريبا كلنا غير راضيين عن حجم مناخيرنا، ان هي ايه اللي كبيره يا اخي، وتطلع نكت بقى وسف في ان انت لو اتنفست زياده هتسحبنا، ويا عم بالراحه للاكسجين يخلص، وخفه دم رهيبه جدا. طب هتعامل ازاي مع ده؟ فحضرتك ببساطه محتاج تعرف ان انت ممكن تستفيد. انت عندك حاسه الشم اقوى. شركات البرفانات وشركات مستحضرات مزيل العرق وما شابه بتستخدم، على فكره بتدفع فلوس كبيره جدا للناس اللي عندهم حاسه الشم اقوى عشان يحددوا جوده المنتجات بتاعتهم. وسرش على الكلام ده لو فاكرني بهزر. اذا الحاجات دي في وينها وجه استفاده طبيعي، بس انا اللي مش عارف اشوف صح. وعشان كده احنا عملنا لك الوصفه دي عشان تعرف تتعامل صح، تستفيد صح، تشوف دايما ان في منظور تاني، في اتجاه تاني انا ممكن اتعامل من خلاله. الحياه مش بس زي ما انا كنت فاكر، لا ده في تاني وتالت ورابع، افكار كتير جدا انا محتاج اتعلم منها. اشوف انا ايه اللي موقعني في حياتي واتعامل معاه ازاي. وهنيجي للموضوع ده بالتفصيل دلوقتي، يلا بينا. تقبل هتبقى قوي فعلا. يعني ايه اتقبل؟ ما احنا قلنا لك فيك عيوب. في عيوب، بس هعرف اتعامل بقى مع العيوب دي. انا هعرف اعيش بيها عادي. زي ما اتكلمنا، خلاص انا شفتها ميزه، انا بدات فعلا عايز ادور على استفادتي من الحاجه دي. تخيل دي هتخليك اكثر صلابه عاطفيه. يعني ايه؟ يعني مش الحاجه التافهه هتحركك، لا هتعرف تتصدى لده، هتعرف تستفيد بيه، هتبقى ناضج انفعاليا. ناضج ازاي؟ يعني الحاجه التافهه ما تهزنيش، لا تمام ايه المشكله في كذا كذا، لا ده بالعكس هيتزود ثقتي بنفسي. انت بتتريق على ايه؟ يعني انت ما فاكش عيوب؟ يعني انت مش كذا؟ اواجه، هيبقى عندي ثقه في نفسي، باصص لنفسي بمنظور افضل. بالعكس هتقلب الفعل اللي بيحصل ده لفعل منك انت، لدرجه ان اللي قدامك هيخاف يخش معاك نقاش تاني، عشان كل مره هياخد على دماغه. يقول لك لا يا عم اكلمه ليه؟ ده هيهزقني. حاجه اتريق عليه اطلعه مسرح، هلاقي نفسي انا اللي على المسرح. حاجه اتكلم عليه اتريق عليه، الاقيه هو اللي بيتريق عليا. طول الوقت بصت عينك نفسها شكلها ايه؟ هل هي شخص عايز يتقبل تريقه، ولا شخص بالنسبه له التريقه مش حاجه مؤثره اصلا فمش هيبقى حاسس بيها؟ دي هتفرق دي من دي. فلازم طول الوقت ابقى واثق في نفسي، معتد بنفسي كده، اللي هو ايه المشكله؟ ايه الازمه؟
بدل ما انت مثلا لو متعور في جنب، مثلا وقع عليك ازاز او حاجه ومتعور في جنب، فبدل ما انت بتخفيه طول الوقت بانك تتصور كده، لا ابدا اطلع اتصور بيه كده واظهره. ايه المشكله؟ فيا عيب يا عم؟ هو حد قال لك ان انا من الملائكه؟ ما انا فيا عيوب يا عم. ايه مالك؟ اواجه مشاكلي، ابدا احط الشخص اللي بيهاجمني ان هو الغلطان. اللي هو مش هقول له بقى الكلمات المعتاده بتاعت انت بتتريق على خلقه ربنا. طب ما هو عارف وعملها. هتقول لي طب ما دي هترضعه؟ لا طبعا. انا اجيب له عيب فيه واكلمه عنه بان هو عادي يا عم، طب ما انت فيك كذا وما كلمتكش، ايه المشكله؟ هو فعلا عيب لو حد بيقول لك انت غلطان في ان انت الدغ مثلا، زي ما بدانا الكلام بتاعنا، انت الدغ يا عم ولا ايه؟ الحق الره بتاعتك. بقول له تصدق فعلا انا خدت بالي من الموضوع ده وعايز احسنه، ما تعرفش طرق احسنه بيها؟ هيتخض من واقع بني ادم بيهاجم، لان انت ولا بتهاجم ولا حاجه، هجومك ده مش فعال مش شغال، انا مش حاسس بيه يا معلم، ايدك خفيفه، فين الضربه؟ هيتضايق وهيبدا يعلى بالليفل، وانا ولا اي حاجه، فهتعلم ابقى صلب عاطفيا، مش اي حاجه تنرفزني. ايه يا معلم عادي، كلنا بنغلط. ايوه فعلا ما بعرفش اقول الحرف الر، فبص امر امير الامراء بحفر بئر في الصحراء ليشرب منها الفقراء. ايه ده؟ حسنتها، ما انا قلت لك اتلدعت منها كتير. 44 اصله بتلخبط. ابراهيم اهو بقولها. ليه؟ ما هي دي مش هي فيها غلط، اقعد مع نفسي واشتغل على نفسي، مش اي حاجه تنرفزني. ايه المشكله؟ ما انا فيها عيوب يا عم، اتقبلني، هعرف اعيش، هعرف اواجه الواقع بتاعنا. ما الواقع بتاعنا مش عايز يسيبنا، هيدور لك على العيب اللي فيك ويقول لك إيه انت وحش. طب ما انا عارف، فخلاص ما بقتش مؤثره. بس ما تقعدش على الوحش وتقول خلاص انا هبقى وحش وهفضل كده. خد بالك الموضوع صعب قوي، ان يعني ايه اتقبل هجوم عليا واحوله لجانب ايجابي. دي مش حاجه عاديه، دي مش حاجه سهله. احنا بنحاول نحطك على الطريق بتاعها بس هي اكيد مش حاجه سهله، لان هم طول الوقت هيحاولوا يشوفوا هجوم جديد واجدد 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 عشان يحطوك تحت الضغط ده. فانت طول الوقت محتاج تتطور عشان تعرف تتعامل مع الموضوع ده. مره اوعى تزعل مني، انا كان قصدي يعني اصالحك بسرعه. لا على فكرة أنا ما زعلتش، وعلى فكرة أنا خدت الكلام ده وبطبقه وبحسن من السين بتاعتي، أو حتى بعرف أنطق سين وأسلم لك الحاجة بسرعة كمان. ايه ده؟ يا بجد بسهوله كده؟ عيب عليك بقى، احنا قليلين ولا إيه؟ يا عم ماشي برضه، ما هو انت اكيد يعني. مم. بقول لك ايه، جربت تساعده؟ اساعد مين؟ ايوه اللي بتنمر عليك ده. انت ما تعرفش ان هو عنده مشاكل يا عيني، فبيحاول يظهر ان شخصيته قويه وان هو قادر يجذب الاضواء يعني، ويبقى عيل شبح كده وجامد. جربت تساعده يعرف هو ايه المشاكل اللي عنده؟ جربت لو حد بيشتمك كده او بيتريق عليك يعني تقول له بقول لك ايه مالك في ايه؟ يقول لك ايه مالي يعني؟ تقول له مش عارف بس حاسك في مشكله. انت يعني ما اتحضنتش وانت صغير؟ في حد ضايقك وانت صغير مثلا فما عرفتش ترد عليه؟ يقول لك ليه يعني انت بتقول الكلام ده؟ مفيش طبعا. فتقول له لا بس اصله اللي انت ما تعرفوش ان اللي بيشتم حد او بيتريق عليه ده اكيد في سبب ورا الكلام ده، وانا ما ضايقتكش. ممكن اكون ضايقتك وانا ما اعرفش، طب قول لي وانا مش هزعلك. يقول لك لا 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 يا عم ولا جيت جنبي، انا بس بتريق عليك اصل هي بصراحه مناخيرك كبير. فتقوم قايل له لا يا عم اصل انت ما تعرفش، انا دارس وعارف ومثقف وعارف كويس جدا ان فكره ان انت بتتريق عليا دي معناها بلا سبب كده ان انت عندك مرض. ايه ده؟ طب ما هو كده ممكن يتخانق معايا ويضربني. احنا جاي نخش في سكه تانية، هو كده هيظهر مرضه بشكل اكبر. اقول له انت عندك مشكله وانا على فكره مستعد اساعدك، اتريق عليا تاني. يقول لك ايه ده؟ يعني ايه اتريق عليا تاني؟ ايوه اتريق عليا، قول لي كمان وانا هستحملك لحد ما تفرغ الطاقه اللي عندك دي كلها. اقعد اتريق لحد ما تزهق وانا مش هتضايق منك. يقول لك لا يا عم على فكره انا بعمل كده عادي، ده هزار يا عم، انت زعلت ولا ايه؟ قول له لا يا عم انا ما زعلتش، انا تمام، بس انا حسيت ان انت عندك ازمه وقلت اساعدك، زي ما انا اكيد برضه عندي ازمات واديك بتساعدني. اصل انا هستفيد من اللي انت بتعمله ده ان اخلي بالي ان الموضوع ده ما يضايقنيش تاني. شوف، انت محتاج تغير رايك في الموضوع. اهم حاجه عشان تعرف تواجه المشكله، وطبعا مش لازم تحفظها بحذافيرها، اتعامل معاها على حسب المشكله شكلها ايه.
فكرة انك تواجه المتنمر اللي هو اساسا زي ما قلت لك مريض، وحاجة بتأثر بشكل سلبي جدا على العاطفة بتاعتك ونظرتك لنفسك، فكرة صعبة اكيد مش حاجة سهلة. امال احنا عاملين لك الوصفة دي ليه؟ انت محتاج تتعامل مع الموقف. فاكر انت في المسلسل بتاع الكبير قوي لما جابوا البنت اللي بتتنمر على فزاع واشرف وخلت الكبير يعيط؟ اهو المشهد ده كان عبارة عن ايه؟ عن واحد بيتنمر على حد، ايه مناخيرك دي، ايه كذا ايه كذا. طب ما اتعامل معاها عادي، مش هتعامل معاها بشكل، ما ده تحدي، دي حاجة صعبة، مش بشكل اللي هو فوت كده وخلاص او اعمل نفسي بفوت. لا، انا لازم فعلا اكون عندي ثقة بنفسي كاملة ان ازاي استفيد من ده، ازاي اتعامل مع ده. طب يا عم انت من اول الكلام عمال تقول لي ازاي ثقة ازاي ثقة ازاي ثقة، ما انا عايز يكون عندي ثقة فعلا بس انا مش عارف. انا حاولت كتير ابقى واثق في نفسي وعايز يبقى عندي شخصية واتعامل مع كل حاجة، ولكن انا باجي فجأة بلاقي نفسي مش قادر، فجأة بضعف، فجأة باجي في وقت وانهار من كتر ما بيتريقوا. انتوا ليه بتتعاملوا معايا كده؟ على فكرة ده مرض، انتوا مش مقدرين، انا بحاول اصلح كذا، انا بحاول بعاني من كذا وانتوا مش حاسين بيا. انا تلاقي نفسك بقيت بتنفعل. لا يا معلم، ده تحدي، وخد ان التحدي ده نموذج لكل التحديات اللي انت هتقابلها في حياتك. انت لو قدرت تتخطى مشكلة صغيرة زي التنمر هتتخطى مشكلات كتير في حياتك بعد كده، لانك بقى عندك العقليه الكافيه اللي هتخليك زي ما عديت ده تعدي ده وده وده. فالسلبي مفيد، زي ما قالوا لك ان السلمه المكسوره هي طريقك انك تتعلم النط. كل ما تتكسر سلمه في طريقك لهدفك طول ما انت بتستفيد بانك تتعلم مهاره جديده ما كنتش بتعرفها قبل كده. فتعال نقول لك ازاي تعزز ثقتك بنفسك. كيوت مع نفسي يعني ايه؟ يعني اقول لنفسي ان انا مش لازم استنى لحظة الانهيار، يعني مش لازم استنى الوقت اللي انا مش هبقى قادر فيها اكمل. لا يا عم، بدل ما الحاجة صعبة عليا، سيدنا عمر بن الخطاب قال اعتزل ما يؤذيك. يعني ايه اعتزل ما يؤذيك؟ يعني ابعد عن حاجة اللي ممكن تضايقك. في ناس بتنسب المقولة لسيدنا علي، في ناس بتنسبها لسيدنا عمر، الاتنين طبعا من الخلفاء، الاتنين من الناس اللي احنا بنحترمهم كلنا وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسيادنا طبعا. فسواء سيدنا علي او سيدنا عمر او حتى غيرهم قال الجملة، فطبعا انا هتجنب الحاجة اللي بتضايقني. طيب بس انا ازاي اعملها؟ يعني انا ازاي اتخطى ده؟ انا بحاول كتير وبفوت بس باجي في وقت وبعيط مش قادر، الموضوع صعب. ايوه فعلا هو صعب. حسس نفسك دايما ان انت بتعمل حاجة صعبة، اللي انت بتعمله ده انت بطل انك قدرت تعمل ده، انك قدرت تستفيد. ده كل العالم بينهار، ناس كتير بيجيلها اكتئاب، ناس كتير ما بتقدرش تواجه، وانت قدرت. ده انت بطل يا عم. انت ازاي قدرت تعمل كده؟ ده بالعكس، اقعد مع الناس واحكي لهم. شوف انا عامل لك حلقة كاملة بقول لك ان انا اتغيرت. وعلى فكرة الراجل اللي احنا اتكلمنا معاه ده برضو كان عنده نفس المشكلة واتغير، بس في حرف مختلف بسبب الضغوطات اللي انت محطوط فيها. يبقى انا اذا ممكن استفيد من الحالة اللي انا فيها، اتعامل مع نفسي ان انا تمام، اقبلني، اقول لنفسي دي وحشة اتحسن فيها، وفي نفس الوقت اقول لنفسي ان انت كويسة انك استحملت الكلام ده. انت النهاردة ما انهارتش وزعلت من فلان وهتجنب فلان ده خالص عشان مش عارف اتعامل معاه، التحدي بتاعه اصعب من امكانياتي، مش قادر، بس هروح لحد تاني بيتريق برضه، بس ده هعرف اعديه لحد ما اوصل للليفل ده واعلى 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 لدرجه ان انا ما احسش خالص باي ضرر من الكلام ده لما يوجه لي. ياه، ده لو انا اتفرجت على حلقه الدعم النفسي كان زماني مش عارف اساعد نفسي ان انا اعدي المواقف دي. فعلا جبل، يلا جبل. انت استحملت كل ده ازاي؟ كانت مواقف صعبه بس الحمد لله ربنا ما بيسيبش حد برضه، بس لازم اتدرب واكمل. ان شاء الله ان شاء الله هبقى احسن. انت عارف ازاي تتطور؟ لازم يكون عندك هدف. طول ما انت ما عندكش هدف مش هتعرف تتطور. يعني تحدد لنفسك اهداف صغيره عشان تحس طول الوقت انك شغال عليها وبتحققها. فطول الوقت شغال، طول الوقت بجتهد، طول الوقت بحاول.
واشوف انا في عيوب في ايه واحسنها. كمان اهتم بمظهري الخارجي، الناس بتشوف منك اللي انت بتظهره لهم، خد بالك من دي. يعني ممكن تتصنع الكاريزما وانت مش كاريزما، بس في نفس الوقت اوعى تصدق نفسك، اياك تصدق نفسك. تعرف طول الوقت ان انا ماشي كده مقبول، بس بالنسبة للاشخاص الضعاف اللي هم مش واخدين بالهم من العيب بتاعي، انما في ناس تانية اكيد هتدرك العيب ده، فانا محتاج اتحسن اكتر علشان اعرف اتعامل مع الناس دي. عشان كده لما يجي ناس اقوى وناس فاهمة اكتر تعرف برضه تتعامل معاهم. كان في مشهد للرائع احمد امين عمله في برنامج البلاتو، طبعا احنا مش هنعرف نعرضه لك هنا، هنحاول نسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن. المشهد ده كان بيحكي عن انت ازاي بتتعرض للتنمر والايذاء اللفظي وتتعامل معاه من خلال القلش على حاجه، والتاني قام مطلعه مسرح، مالك يا صاحبي وفي ده زي ده، انت ده اخر حته رجالي في مش دخل في المود، اتفاعل، اظهر للناس ان انت تقدر تتعامل مع الموقف ده. اول ما يظهر عليك التوتر التاني هيكسب، عشان بس وشك قال ان انت متضايق. طول ما انت قادر تتحكم في مظهرك الخارجي، طول ما انت قادر تتحكم في الموقف. مهم جدا ان انت ما تنفعلش، اول ما تنفعل هتخسر. فعشان كده مهم تجزم الغيظ وتعفو لو كان عندك المقدرة انك تعاقب، ده مهم جدا. مهم كمان اتعامل مع ناس تعلمني ازاي اتطور. يعني صاحب كان في الموقف ده وعدى منه، مش قصدي بس مواقف التنمر، في كل المواقف عموما لازم اتعامل مع ناس ايجابيين، ناس بتدعمني، ناس بتقول لي ان انت ماشي كويس فكمل في اللي انت فيه واعمل واحد اتنين تلاتة، ومحتاج تحسن كذا، انت دي مش احسن حاجة عندك، انت فيه اكتر واعمل كذا. كلنا معرضين لكده، كلنا محتاجين ناس جنبنا، ناس تدعمنا. وعشان كده انت لازم تتواصل مع ناس بتفهم اكتر. تروح لاهلك، بابا بقول لك ايه، انا النهارده كنت في المدرسه وقالوا لي كذا 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 ومعرفتش ارد، اقول ايه في مواقف زي دي؟ ماما بقول لك ايه، حصل كذا كذا كذا، اتعامل مع الموقف ده ازاي؟ وانا جايه في الشارع عكسوني، وانا يا عم طب ما ده خارج سياق الوصفه بتاعتك او الحلقه اللي انت بتتكلم فيها. لا بس مهم اتواصل مع ذوي الخبره عشان اتعلم منهم، وده هيأثر فيا انا كمان بان انا شخصيتي هتتغير، فهعرف اتعامل مع المواقف المختلفه، سواء تنمر سواء غيره من مشكلات. فانت لازم طول الوقت تبقى شخصيه سويه قادره تواجه المجتمع، لان المجتمع فعلا حاجه صعبه قوي. لازم تعرف يا صاحبي ان التغيير بطيء قوي، ما بيحصلش بشكل سريع كده. يعني مثلا انت مش هتسمع الوصفه دي هتنزل بعديها تبقى بني ادم جديد خلاص بقى واحد تاني خالص من اول الفتره الجايه، لا يا معلم مش كده. المساله هتحتاج وقت وهتحتاج تدريب، هتحتاج طول الوقت تستنى على نفسك ازاي اواجه السلبي ده، ازاي اعديه. انا المره دي ما قدرتش، لكن ان شاء الله المره الجايه اللي هيتنمروا فيها هعدي. ما عرفتش تاني، يا دي النيله انا هو شكلي فاشل ولا ايه؟ بس انا ان شاء الله هنجح في الفشل، ما لو نجحت في فشلي هبقى ناجح مش فاشل. ايه ده يعني ايه؟ يعني غير رايك في الموضوع يا عم، لف في المساله شويه كده وخليها ايجابيه شويه. يعني ايه المشكله؟ يعني ايه اللي جرى؟ نهايه الكوكب؟ نهايه العالم؟ ما انت اكيد موجود عشان تتعلم، وموجود في المواقف دي عشان تتعلم. ربنا عز وجل قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى اذا انت بتتحط في حاجه وانت قدها. مين قالك ان انت اقل؟ لا، واجه، اقول لنفسي انا ما عرفتش النهارده بس ان شاء الله هعرف بكره. وسيبك من الكلام الايجابي اللي يقعد يقولك انت قد الحاجه وانت، وسيبك من الكلام السلبي اللي يقولك انت لو فشلت فانت فاشل. لا ده صح ولا ده صح، احنا حالات مختلفه، الناس مش زي بعضها، وكل واحد اكيد مش هيعرف يواجه المشكله بنفس الشكل اللي غيره هيواجه بيها. فعشان كده لازم تتعلم ده، وتعالى نقول لك ازاي تغير السلبيه دي شويه. بيني وبينك لازم تعرف ايه السلبي. يعني ايه اعرف ايه السلبي؟ اعرف ايه الوحش. معرفتك بالوحش اسهل بكتير من معرفتك بالحاجه الحلوه. يعني مثلا لو انا كل ما اشرب بق انت بتسمع الصوت ده في المايك، فتيجي تقول لي بقول لك ايه، خلي بالك ان الصوت ده مستفز شويه، انا لازم اخد بالي ان دي حاجه سلبيه وان انا المفروض ابطلها شويه.
انت مريح قوي في الكرسي وبتكلمنا ما انا لازم اعلمك ان انت لازم تسترخي، دي نفسيات. طب ما انا اشوفها هل هي سلبيه فعلا ولا مش سلبيه. هل اي حد هيقول لي حاجه يقول لي دي في كذا انت محتاج تحسنه، انا بسمع جدا، ولكن بسمع للي بيقول صح. وانت كمان لازم تكون كده، مش اي حد يقولك اي حاجه تاخد بيها وتمشي بيها. لازم تتعلم هل انت بتتكلم صح ولا بتتكلم غلط. يعني مثلا في الفيديوهات بتاعه الشرح الموجوده على القناه احنا بدأناها بفكره النضاره. الناس تعترض، طب ليه، طب ازاي، طيب سيبك من اعتراضهم. لو انت عندك سبب واقعي وانت شايفه صح ما تاخدش بالكلام ده. هتقول لي ايه ده ايه علاقته بالتنمر؟ ما احنا قلنا التنمر يعني اعتداء، اياك تنسى. فدي حاجه المفروض انها سلبيه، بيتقال لك ان ده عيب موجود في حضرتك، عيب موجود في اللي انت بتقدمه، عيب موجود في مش عارف ايه، عيب في كذا، عيب في كذا. فانت طول الوقت محتاج تغير رايك في ازاي تتعامل مع العيوب دي، ان هي ممكن فعلا ما تبقاش عيوب. ازاي ممكن ما تبقاش عيوب؟ انا شايفها عيوب. ايوه انت شايف كده، بس هي ممكن ما تبقاش عيب. انا ممكن اخلي العيب ميزه. يعني انت مثلا ممكن تقول لي يا مستر انت بتتكلم بسرعه شويه، يعني انت في ايه، في حاجه بتجري وراك؟ بقول لك لا يا عم انا مش بتكلم بسرعه ولا حاجه، انا ممكن اتكلم اسرع من السرعه. ازاي يعني؟ فهتغني راب. مش انت بتتكلم ان دي سريعه؟ طب انا هغني. ازاي يا عم يعني ايه؟ يعني نخش في الموضوع مش زي حد ومش هيكون عشان يبقى الجدال محسوم. ايه اللي انت بتعمله؟ ما هو يا عم استخدم كلامي بسرعه ده لميزه. طبعا تحيه وتقدير لحام صاحب الكلام ده. فده ببساطه اللي هو صاحب المقطع اللي احنا قلناه يعني. فده ببساطه ممكن تستفيد منه تحوله لميزه. طول الوقت انت الحاجه السلبيه بالنسبه لك اللي انت ممكن تشوفها عيب والناس تهاجمك بناء عليه، انت تقدر تستفيد منها وتحولها لايجابيات. غير نظرتك. لو ده عيب لفها كده وشوف الحته الحلوه اللي فيها. مش هقول لك نص الكوبايه المليان، لا يا عم اكسر الكوبايه خالص، واعمل من كسر الكوبايه ده، من فتافيت الكوبايه، فن تجريدي. اعمل لوحه بالاشكال بالضي اللي بينعكس على الحاجات المتكسره. مين قال ان في نهايه للشيء؟ انت ماده، والماده لا تفنى ولا تستحدث من عدم. فبالتالي انت طول الوقت في عمليه تدوير. تدوير يعني ايوه كده، تدوير يعني دي زي الزباله كده لا مؤاخذه، بتبقى وحشه وبتتحول لحاجات كويسه بيستفيدوا منها. ده في معارض في الدول اللي بره للحاجات اللي انت شايفها وحشه، وهم بيعرفوا يكسبوا منها كتير عشان بيبصوا لها بنظره مختلفه. يعني ايه يعني اهتم بالزباله؟ لا يا عم ما بقولكش كده. اعمل اللي انت عايزه، بس ما تشوفش كل السلبي سلبي ولا كل اللي بيتقال عليه ايجابي ايجابي. التنمر حاجه منهم، لا هي سلبيه ولا هي ايجابيه، هي بناء على كل شخص ومقدرته. هي سلبية لناس كتير اي نعم، هي حاجة صعبة، ولكن بالنسبة لناس غيرهم هي حاجة قدروا يتحولوا ويستفيدوا منها. فلازم تشوف انت في انهي فريق فيهم وعايز تكون في ايه فيهم. يعني لو انت في الناس اللي بالنسبة لها التنمر مضر، تقدر تحط نفسك في الناس اللي بتحاول تستفيد من الموضوع، في الناس اللي بتحاول تتطور، وده كله في الاخر عشانك. اقول لك ايه؟ اقول لك سر، انت محتاج تتعلم. دور يا اخي. الموبايل مش لازم بس يكون للسيرش والسكرول، ما تستخدمه في ان انت تعرف اكتر ازاي اواجه المشكله دي، اكلم مختصين، ابعت لهم مشكلتي كذا كذا كذا، محتاج مساعده، اتعامل معاها ازاي. وما اكثرهم مراكز كتير جدا بتفتح العلاج بتاعهم او تقديم المساعده بشكل مجاني اصلا. اسال اي حد بيفهم في الموضوع ده انت عديته ازاي، اتعامل معاه ازاي. اخش يا عم على حتى مواقع البحث وادور، مش استخدم بس الوسيله دي التقنيه دي اللي هي الانترنت في ان انا بس بسكرول او بضحك وبتريق وبتعامل وبتكلم وبتواصل. لا، انا ممكن اشوفها كوسيله علاجيه للمشكله اللي عندي. انا محتاج استفيد بكل حاجه حواليا عشان اعرف اتغير. اصلا لو غيرت نظرتي هغير نفسي، الاتنين مرتبطين ببعض. فعشان كده انت محتاج ده.
انت محتاج ناس تتعامل معاهم، محتاج ما تبقاش لوحدك. الموضوع صعب اكيد، الموضوع عايز بطل. لا، ازاي؟ انا قلت لك دي حاجه عاديه كلنا بنواجهها، بس في ناس عارفه تعيش وفي ناس بالنسبه لها الموضوع صعب. عشان كده انت محتاج تكون علاقات مع الناس اللي زيك والناس اللي قدرت تتجاوز والناس اللي مش عارفه تتجاوز. شوف اللي انت قدرت تعمله وغيرك ما قدرش يعمله، اقف جنبه قول له بقول لك ايه، انا عملت كذا الصراحه، انا كان الحته دي بتضايقني بس عرفت اعمل كذا كذا. حتى لو ما صدقكش، هو في الاول مش هيصدقك، اصل تكوين الثقه مش حاجه سهله. طول الوقت الناس هتسالك ازاي وليه وجبتها ازاي، واكيد انت بتقول غلط، ما انت اكيد مش عايز تفيدني. احنا للاسف بقينا في مجتمع ما بيساعدش بعض، فالناس بتستغرب اللي بيساعد او اللي عايز يساعد. بس خليك انت الشخص ده، افهم الناس اللي حواليك وفهمهم. يعني لو لقيت شخص بيتعرض للتنمر مش من باب الشير وباب الشهرة، لا ابعت له يا عم الحلقة، مش عشان انا استفيد، عشان هو يستفيد. قول له خد، تعامل، شوف، اعرف. لان طول الوقت العلاقات دي هي اللي هتساعدنا. لو ساعدنا بعض كلنا هنقدر نعدي من ده. احنا لو في كل 10 تنفار في متنمر واحد، ففي 9 مش متنمرين يقدروا يتعاملوا مع الواحد ده. العلاقات مهمة جدا. وانت بتتعامل مع مين؟ بتتعامل مع ناس تساعدك تعدي، ولا ناس بتقولك ان انت تعدي دي حاجة صعبة؟ بتتعامل مع ناس تقولك ان العيب اللي فيك شكله ايه وتصلحه ازاي، ولا بتتعامل مع ناس مش فارق لها اصلا ويا دوبك بيمشوا معاك اليوم؟ فاختار الناس اللي حواليك بشكل كويس. وزي ما قلت لك الموضوع مش سهل خالص، الموضوع محتاج تفهم كويس، تعرف تتعامل كويس، هتفشل كتير ولكن هتنجح بعدين، هتتطور، هتتغير اكيد، ونظرتك كمان هتتغير. في الوصفة دي والروشتة اللي جاية هنكلمك عن التنمر وازاي تستفيد من الجزء اللي فيه رغم انه سلبي وحرفيا مش اي حد يقدر يتعامل معاه. الموضوع صعب قوي. بس انا عايز اعرف انت حابب نتكلم عن ايه تاني؟ طبعا بنشوف كل كومنتاتكم وبنحاول بقدر الامكان نرد عليها. قول كل اللي انت نفسك نتكلم عنه. شوف الحلقات اللي فاتت، هتلاقي البلاي ليست تحت في الديسكريبشن، تقدر تتفرج على اللي فات، بحيث ان انت لو شفت حاجة معينة احنا لسه ما اتكلمناش عنها قول لنا احنا محتاجين ده، واحنا بقدر الامكان ان شاء الله سواء في السيزون اللي جاي او اللي بعده او اللي بعده هنتكلم معاك في كل التفاصيل دي. كنا معاكم في الوصفة النهاردة، وأتمنى إنها تغير فيكم حاجات كتير جدا، وسعداء بيكم وبوجودكم معانا وبآرائكم اللي بجد بتفرحنا في الكومنتات. شكرا لكم.